تخيل معايا وحنا دابا في 2026 كاينين أسرار في بلادنا مدفونة تحت الأرض، لو أنها خرجت العلانية كانت غتبدل تاريخ المغرب وشمال إفريقيا بالكامل. واش فراسك بلي المغرب كانت كاينة ديانة مغربية 100%، ديانة عندها نبي مغربي وقرآن باللغة أمازيغية متكون من 80 سورة، ديانة كانت كتفرض صيام رجب 10 صلوات وتحرم أكل الدجاج. هذه ماشي أسطورة، هذه قصة إمبراطورية برغواطة. شكون هما وعلاش التاريخ حاول يمسح الأثر ديالهم؟ باش نفهموا القصة لازم نرجعوا لعام 122 هجرية. المغرب كان كيغلي، الثورات شعلت ضد الأمويين، وفي وسط هذا الوضع بان صالح بن طريف. صالح قال عندي ليكم قرآن بالأمازيغية، ودار قرآن فيه 80 سورة بالفعل، وخلق نظام جديد فيه خليط من الديانات والتقاليد. القوانين كانت غريبة، الصلاة بدون سجود، الوضوء مختلف، والزواج بدون حدود، ولكن الموت لأي مخالفة. الأدارسة والأمويين فشلوا، احتاجت قوة من الصحراء اللي هما المرابطين، وبدأت واحد الحرب قوية ضد إمارة برغواطة. عبد الله بن ياسين مات في الحرب، وبعد الحصار برغواطة ضعفت، وفي عهد الموحدين تم القضاء عليها. برغواطة ماتت كدولة، ولكن الأثر ديالها باقي، تقاليد فشاوية ودكالة مازال كترجع لهذا الزمان. تاريخ المغرب هو كان مازال صراع ديال الأفكار وهويات. واش برغواطة كانت دولة ولا فكرة؟ ما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو وتتابعني، حيث مازال غادي ننزل لكم فيديوهات على تاريخ المغرب بما فيها تاريخ العبودية. غادي نتكلموا على الأسوار اللي تبنات في مكناس، غادي نتكلموا على القصبات اللي تبنات، غادي نطرقوا لشي حوايج اللي كانت يعني ما تكلمش عليها التاريخ مزيان وما عطاهاش حقها، بحال العبيد اللي كان لهم الدور الكبير في بزاف ديال الحوايج، بحال مثلا عبيد البخاري والأثر ديالهم، وكيفاش أنهم من عبيد مخصيين تحولوا لعبيد اللي ولاو هما يعني اللي صانعي الملوك، ولاو كيشدوا الملك وكيردوه وكيهبطوا هذا ويطلعوا هذا. لذلك خلي معك متابعة، وخلي واحد الكومنتار كتشجيع لنا على العطاء وبذل المزيد من المجهود، وشكرا لكم بزاف.